الآن أنا أسألكم سؤال يا شباب. الآن لما واحد يكون عنده بلوتوث مقطع محرم خليع في جهازه معه وينظر إليه، هو ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ يستمتع، صح؟ يستمتع. يعني لماذا نكذب على بعض؟ الآن لما تنظر إلى مقطع خليع في جهازك أنت تستمتع، لذلك أنت تفعله مع أنه محرم. لكن لما تعطي هذا المقطع لغيرك لينظر إليه أنت ماذا تستفيد؟ أو تأتي وتعمل بحث عن أجهزة، إرسال بلوتوث، بحث عن أجهزة، دخلت إلى محل مثلا كوفي شوب ولا مقهى انترنت ولا مطعم ولا في قطار ولا في أي مكان وبحث عن أجهزة، وخرج عندك مجموعة من الأجهزة، الأسد الهصور، السماء الزرقاء، الميكروفون الأسود، كل واحد حاط لنفسه اسم، وبدأت إرسال. أنت ماذا تستفيد لما ترسل لهم خلاعة؟ هم يستمتعون يا موقد النار لغيرك ضوءها، أنت ماذا تستفيد؟ تستفيد إثم ونشر للفاحشة في الذين آمنوا، هذا الذي تستفيد. أذكر واحد من الشباب كتب رسالة يوما يستفتي في مسألة، استحى أن يستصف، يقول يا شيخ عندي واحد من أصدقائي عنده خبرة في الإنترنت، فدخل يوم من الأيام إلى موقع خاص بالصور الخليعة. هذا الموقع تشترك ب$500 لمدة 5 سنوات، يرسلون إليك في كل أسبوع إلى بريدك الإلكتروني الإيميل، يرسلون إليه ملف فيه مجموعة من الصور كذا، كفار وفجار ويريدون أن يعني يتكسبوا. يقول فصاحبي هذا يا شيخ اشترك وبدأ في كل أسبوع يصل إليه صور خليعة، مبسوط. يقول فجلس معنا يوما فأرانا بعضها، يحملها في الجهاز الجوال أو نحوه. يقول فقلنا له يا أخي من وين تجيب هالصور؟ قال هذا في موقع في الإنترنت. بالله أعطنا الموقع نشارك فيه. قال لا ريحوا نفسكم، ما يحتاج تخسرون أنفسكم مالا. قالوا لا نبغى ننبسط. قال طيب أعطوني إيميلاتكم، أنا أضعها عندي مجموعة جروب في الإيميل عندي، وأبرمج أنه يوصل الملف يرسل إليكم مباشرة. طيب ماذا تستفيد؟ كذا إفساد. ما هو إبليس لما طرده رب العالمين من رحمته وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال يا ربي أستغفرك وأتوب إليك خلاص بسجد لآدم بأسجد؟ هل فعل إبليس ذلك؟ لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. زي ما أنا يا ربي عصيت سأجعل الناس يعصون مثلي. هذا إبليس. بعض الناس صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. بعض الناس كما قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. بعض الناس على هذا الحال ترى، يعني الوظيفة التي سيقوم بها إبليس من الإفساد يقوم بها بعض الناس بذلك. قال اعطوني يا شباب إيميلاتكم، أنا أضعكم جروب واحد وأحول عليكم الصور. وفعلا جمع قرابة 100 إيميل، لأن كل واحد يقول هذا إيميل صديقي، هذا إيميل أخوي، هذا المسألة فزعات صارت. وجمع عنده قرابة 100 إيميل وبرمجها، وأصبح فعلا كل أسبوع يأتي الملف يرسل مباشرة إلى 100 شخص. مضى عليه 6 أشهر ومات. يقول صاحب هذا الذي أرسل الرسالة، يقول يا شيخ الذي جعلني أرسل الرسالة وأسأل أنني يا شيخ الآن كلما فتحت الإيميل عندي أجد فيه الصور ملف جاي من إيميل فلان وفلان احنا دفناه قبل أسبوعين مات، وإلى الآن يا شيخ يأتيني رسائل من إيميله كلها خلاعة. يقول المشكلة أنا واحد من ضمن 100 شخص، وال100 شخص فيهم ناس يرسلون لغيرهم وناس يضعونها في الجوال معه ويبدأ يرسلها بلوتوثات. يقول فأرسلت إلى الشركة التي هو مشترك معها، قلت أرجو إيقاف الاشتراك الذي على البريد الإلكتروني الفلاني، فأرسلوا إليه قالوا أعطنا الرقم السري الذي اشترك به. قلت يا جماعة الرجل مات خلاص وقفوا الاشتراك، وأنا مستعد لأي مساءلة قانونية، هذا إيميلي وهذه تلفوناتي، وقفوا الاشتراك مات. قالوا لا نعتذر عن إيقافه، بقي له 4 سنوات ونصف والرجل في قبره. يقول يوم من الأيام يا شيخ ذهبت بأمي لزيارة أم المتوفى، فلما خرجت أمي إلي إلا ضاءت صدرها، قلت يا أمي ما بالك؟
قالت إن أم صاحبك تقول إنها رأت فيه رؤيا مخيفة، رؤيا في المنام. قلت ما هي الرؤيا؟ قالت رأت قبر ولدها وكأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتبول على وجهه. فما هو تفسير رؤيا ولدي؟ اسأل أحد من المعبرين. قلت يا أمي هذه والله ما تحتاج تعبير، قولي لها تكثر له من الدعاء. يقول وأنا أعلم يا شيخ أن تعبيرها هذه المعاصي التي فعلها التي تركها في الدنيا لا تزال تصب عليك في قبره. من الناس من يموت وتموت معه سيئاته، ومن الناس من يموت وتبقى سيئاته حية تصب عليه، مثل ما قال الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب أعمالهم التي قدموها قبل موتهم وآثارهم، نكتب آثارهم التي تركوها لا تزال تصب عليهم. أنا أعطيكم إياها نصيحة يا شباب لله، والله ما جئتكم إلا محبة لكم. والله إذا ابتليت بمعصية، عندك سيديات، عندك DVD، عندك أمور في كمبيوترك، عندك أمور في جهازك التلفون، عندك كتب، عندك علاقات محرمة فتيات،